شاء من شاء وأبى من أبى، فالأهلي هو سيد هذه القارة وحده ولا أحد سواه. فلو سيادتك إعلامي أو واحد قاعد على السوشيال ميديا أو أي حد من أي نوع وبتحاول تبخس الأهلي حقه، فأرجوك اسكت أحسن. لو النهاردة أنت مش هتقول إن الأهلي هو أفضل فريق في تاريخ القارة دي، فلو سمحت اسكت. لأن ببساطة مفيش لسان ناطق بالعربي داخل القارة دي يقدر ينصح الأهلي، لأن ببساطة محدش حقق حاجة أحسن من الأهلي. فانا هسمح لك تنظر عليا لو انت عملت احسن من اللي انا عملته، فبالتالي هقعد واسمع نصايحك لانك اكيد عندك حاجة تضيفها لي. لكن طول ما انت ما عملتش ربع اللي عمله الاهلي فاسكت وخد لك جنب. متقبل منك تماما انك مش عايز تقول للاهلي مبروك، وده حقك ومحدش ابدا هيطلب منك انك تشجع الاهلي. اي محاولة منك للتنظير على الاهلي او انك تبخس الاهلي حقه، او حتى تخترع مبررات عشان تبين انت ليه فشلت في انك تحقق اللي حققه الاهلي، كل ده يندرج تحت بند الصياح، وانك مالكش اي حول ولا قوة ونفسك تحقق اللي يحققه الاهلي بس مش عارف. فحاجة من الاتنين، يا هنقولك معلش يا هنقولك صياحك طرف. الاهلي بيصعد للنهائي الافريقي للمرة ال16 في تاريخه، والمرة الرابعة على التوالي، وسادس مرة في اخر 7 سنين. بس الاهلي النهاردة في الشوط الثاني كان عنده هجمة عمل فيها 97 تمريرة، وده رقم برضو تاريخي جديد. لازم انت تبقى عارف ده كويس قوي. الاهلي ما وراهوش غير الارقام، الاهلي فوق قوي، وانت عشان توصل للاهلي لازم تدرس ده وتتعلم منه. مش عايز تتعلم فدي مشكلتك مش مشكلتنا. الاهلي بيفوز على الترجي ذهابا وايابا و4-0 في مجموع اللقاءين عشان ينطلق الى النهائي ال16 في تاريخه، لينتظر الفائز من الوداد وصن داونز في النهائي. معاكم احمد السباعي من نص الملعب، والنهارده هنتكلم عن مباراة الاهلي والترجي التونسي في سيمي فاينال كاس افريقيا. يلا بينا. قبل ما نتكلم في الفنيات، كان مطالب مننا ان احنا نرد على الهري الكتير قوي اللي شغال على السوشيال ميديا وشغال عند اشباه الاعلاميين واللي مش هنقول اساميهم اصلا. فلو انت اعلامي او من اشباه الاعلاميين اللي موجودين، المفروض انك مطالب منك تبقى حيادي. فقدامك حل من اتنين: يا تطلع النهارده تحاول تفهم الناس ازاي الاهلي قدر يوصل للانجاز ده اللي مفيش اي حد في القاره عمله قبل كده، وحاول بس تاخد بالك ان الاهلي اصبح معاه 26 بطولة قارية، ودلوقتي هو بيبحث عن اللقب ال27 ثم ان شاء الله ال28، ومفيش حد في القارة كلها معاه اكتر من 11 لقب قاري. فالمنطق يعني اللي انا مستنيه منك وانا قاعد كمشاهد هو انك تقعد وتفهم الناس دي كلها الاهلي عمل كده ازاي، واي حد تاني ما حققش الانجاز ده المفروض يقعد ويسمع. لكن كونك هتطلع تنظر وتوصم البطولة بانها ضعيفة والبطولة اللي مش عارف ايه، فبكل بساطة لو هي ضعيفة فمفيش اي فريق تاني في مصر قدر يحقق نص اللي حققه الاهلي. كل الفرق اللي ليها لازمة في القارة دي موجودة في دوري ابطال افريقيا مش في الكونفدرالية. بكل بساطة فيوتشر وبيراميدز والزمالك كلهم خرجوا من دور ال16، محدش فيهم عدى خطوة كمان. فعايزك بقى وانت بتقول للناس ان بطولة افريقيا ضعيفة، عايزك تشرح لهم كل الفرق دي خرجت ليه والاهلي بس هو اللي كمل. الهيمنة اللي الاهلي هيمنها على الترجي رايح جاي، والاداء الممتع اللي اتعمل والكرة الجميلة اللي اتعملت دي لو عملها ريال مدريد، كل الاعلام بتاعنا هيطلع يقول دي شخصية البطل والله ينور وايه الجمال ده وهيسقفوا. لكن بمجرد ما الاهلي هو اللي عمل كده وهو اللي هيمن رايح جاي على احد كبار القارة وفرض سطوته تماما من اول ما صعد من المجموعة لحد ما وصل للنهائي، كل الاعلام بتاعنا بتلاقيه ساكت. مفيش غير واحد او اتنين هم اللي بيتكلموا بشوية من الانصاف، والباقي كله ما بيطلعش يقول ولا كلمة غير حظ وشوية خزعبلات كده، زي الصحفي الخايب اللي طالع في مؤتمر صحفي ومطلع كارنيه صحافة عشان يقعد قدام مارسيل كولر ويسأله هو انت ايه رأيك في ان الاهلي صعد بضربة جزاء اطهر الطاهر؟ فالراجل قال له ايه يعني ضيعوا ضربة جزاء؟ ما محمد هاني برضو ضيع ضربة جزاء. ده اللي الراجل ينفع يقوله في مؤتمر صحفي وينفع يرد بيه. لكن انت ما جاش في دماغك تسأل السؤال المنطقي والطبيعي: هو اطهر الطاهر صعد الاهلي ولا اطهر الطاهر خلى فرصة الاهلي في ايده؟ بكل بساطة الاهلي كان بيلاعب الهلال هنا في اخر ماتش في المجموعة في استاد القاهرة، مطلوب منه انه يكسب 1-0 والاهلي كسب 3، فالاهلي عمل اللي عليه والتوفيق ما بيروحش غير للمجتهد. لان في نفس الوقت ده برضو في نفس الجولة كان الزمالك جات له هدية من المريخ السوداني اللي تعادل مع شباب بالوزداد، وادى في الاخر خالص ان فرصة تأهل الزمالك تبقى في ايده، وكل المطلوب منه انه يكسب شباب بالوزداد باي نتيجة، لكن الزمالك خسر. فالحظ بيروح للمجتهد، والمجتهد هو اللي بيعرف يستغل الحظ. نيجي بقى لبتوع السوشيال ميديا اللي طالعين كلهم مستكترين على جمهور الاهلي انه يفرح، يقول له انت فرحان ازاي؟ ده انت صاعد نهائي يعني، بس انت خسران 5 من صن داونز
اللي انت شايفه ده هو فرحة ستانلي لاعب الزمالك بالهدف الثاني لما كان الزمالك خسران 5 من الوداد. ببساطة انت خسران 5 وبتلف الاستاد كله، واللي بيجري ده برضو مؤمن سليمان مدرب الفريق. فانت لما خسرت 5 في نفس الماتش بس هتتأهل للنهائي، فرحت وزقططت وكسرت الدنيا. وده طبعا بعيدا خالص عن ان النتيجة دي كبيرة جدا للاهلي، وده ضد مبادئ الاهلي، وان احنا المفروض نوقع عليهم عقوبة، بس دي حاجة تخصنا احنا كاهلاوية ما تخصكش انت خالص، ولا ينفع تيجي تحفل عليا بيها. نسيبنا بقى من الرغي الكتير ونروح للماتش. مش ناسي حاجة؟ طيب لو انت بتتابعنا من على فيسبوك اعمل فولو للصفحة، ولو انت بتتابعنا من على اليوتيوب انزل لو سمحت اعمل سبسكرايب للقناة واخبط لايك، سواء بتتابعنا من هنا او بتتابعنا من هنا. كولر بدأ المباراة ب4-3-3 المعتادة، ما غيرش حاجة عن ماتش الذهاب غير فقط نزول علي لطفي مكان محمد الشناوي واللي غايب للإصابة. وكأنه كولر من أول الماتش وزي ما قال في المؤتمر الصحفي إنه واخد المباراة بجدية تامة، وكأننا تعادلنا في تونس 0-0. فالراجل رفض إن هو يريح حمدي فتحي أو محمد هاني رغم إن كل واحد فيهم واخد إنذار، وكان بكل بساطة بدلائهم أصلا جاهزين. المباراة كانت تكرار حرفي لكل اللي حصل في ماتش 2021 العودة بتاع موسيماني، نقل الكورة كتير بشكل سلبي ومحاولة إحباط الخصم ومحاولة الاستحواذ على الكرة بشكل سلبي واحباط الخصم احباط تام، وتقريبا ما كانش فاضل لي غير ان اسمع صوت موسيماني من بره وهو بيقول لي ايدي. كولر وصل بيه الاستحواذ والسيطرة على الجيم بغض النظر عن النتيجة، انه وصل في احد لحظات الماتش انه عمل 97 تمريرة وكانت هتنتهي بهدف. 97 تمريرة في نصف نهائي، على حد علمي يعني حتى الآن إن ده رقم قياسي. 4 دقايق كاملة الترجي ما لمسش الكرة ولا لمسة وهي بين أقدام لاعبي الأهلي. الترجي بقى بدأ المباراة بحماسة شديدة جدا مع مدربه الجديد أنيس البوسعيدي، وكان واضح جدا إن هم بيحاولوا يستعيدوا هيبتهم ويستعيدوا شخصية الترجي، ولكن الموضوع فشل تماما لأن ببساطة كولر قرر إن هو يسيطر على المباراة بالتمرير الكتير. في بداية المباراة كان الشحات بينزل لعمق الملعب ويسند مع مروان عطية في تحضير الهجمة، وحمدي فتحي من بداية المباراة برضو كالعادة، والتركة ما بقتش تركة، ده تقريبا حمدي فتحي بيلعب راس حربة تاني طول المباراة طول ما الكرة معانا. ولما الكرة كانت بتبقى مع الترجي في مناطقه كان كولر بيضغط ب6 لعيبة كاملة في نص ملعب الترجي ضغط عالي عشان يستخلص الكرة هناك، بس بصراحة كان الضغط متراخي جدا ولاعيبه الاهلي ما كانتش بتضغط اجريسيف خالص على الكوره، وحسيت يعني ان هم بيتمشوا ومن جواهم حاسين ان المباراه خلصت واحنا اتاهلنا من تونس. ولما تطبق الضغط العالي بشكل خاطئ اكيد يعني خصمك لو قدر يطلع بالكوره هيعمل خطوره، وده اللي حصل بالظبط. فالترجي طلع لاول مره بالكوره في الدقيقه 19 ووصلت في الاخر خالص انها كانت اول هجمه خطيره واول شكل خطوره في المباراه للترجي عن طريق محمد علي بن رمضان. وعشان تتعلم وعشان تعرف ان كولر اتعلم من اخطائه، عايزك تفتكر انا قبل كده كنت عامل حلقة بعد ماتش صن داونز في القاهرة واتكلمت عن المساحة اللي موجودة بين خط وسط الاهلي وخط دفاعه. ارجع بقى معايا لهدف حسين الشحات في الدقيقة 22 وبص كده شكل الضغط بتاع الاهلي وشكل المساحات عامل ازاي. هتلاقي ان المسافة بين خط هجوم الاهلي وخط دفاعه مسافة قصيرة جدا، ونص الملعب بتاع الاهلي ضاغط ومضايق المساحه جدا جدا. هتلاقي الكره اتقطعت في نص الملعب عن طريق مروان عطيه. شوف بقى الهجمه المرتده كان شكلها عامل ازاي، وشوف في الاخر خالص ازاي انتهت بهدف جميل جدا طبعا باسيست رائع من بيرسي تاو وفينش ولا اروع من حسين الشحات. جه بقى هدف حسين الشحات عشان يقضي على كل الامال ويحسم بطاقة التأهل وينهي الجدل خالص في الدقيقة 22 من الشوط الأول، عشان بقى بعد الهدف في الدقيقة 24 يحصل لقطة كده من التراخي. هي استمرت على لقطات كتير متفرقة يعني طول الماتش، لكن أبرز واحدة فيهم كانت في الدقيقة 24 واللي كانت على وشك إن هي تتسبب في هدف. باقي الماتش بقى كان عبارة عن سيطرة متقطعة للأهلي بطول وعرض الملعب ونقل كتير للكورة، ويتخللهم يعني شوية فرص كده كانت كبيرة جدا وممكن تنتهي بهدف، زي فرصة حسين الشحات في الدقيقة 28 واللي اتصفر ان هي اوفسايد لكن الكرة ما كانتش اوفسايد، وكرة تانية لمحمد هاني في الدقيقة 60 دخل لمنطقة الجزاء وكل الناس فاضية، كان حسين الشحات وكهربا فاضيين وراجعين لورا شوية في منطقة الجزاء، وحمدي فتحي موجود جوه ال6 ياردة ومعاه كل لعيبة الترجي، ومع ذلك محمد هاني قرر ان هو يسيب اللعيبة اللي فاضية ويديها لحمدي فتحي وكمان يديها له غلط.
وكمان كان في انفراد كامل لكهربا في الدقيقه 68 لكنه اتزحلق يعني بشكل غريب، واضطر ان هو يقاتل على الكوره. طبعا مشكورا يعني الراجل قاتل على الكوره واداها لحسين الشحات، في اخر لحظه انقذها طبعا المدافع توجاي بشكل اعجازي. لكن باقي المباراة كان فيه برضو ايجابيات، يعني مش كان كله عبارة عن نقل كورة وخلاص، زي مثلا نزول قفشة وطاهر واحمد عبد القادر، واللي كان لازم طبعا يبدأوا يدخلوا في الماتشات تاني. مش معنى ان حد اتصاب وزميله قدر يركب على الجيم وقدر يكمل ان هو خلاص كده يبقى بره حساباتي. دي حاجة كويسة جدا في كولر بيعملها لوحده اوتوماتيك، هو متبرمج على كده ان اي لعيب لازم يبقى جوه السكواد ولازم ياخد معاه وقت اثناء اللعب عشان ما يبعدش خالص في مستواه. عشان نسيبنا من كل ده ونركز في الدقيقة 87 ولقطة ممتعة جدا ما شفتهاش من زمن كبير قوي، وتيكي تاكا اهلاوية ممتعة جدا بين قفشة والسولية وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر. وصلت في الاخر خالص ان احمد عبد القادر ضيع الفرصة دي، كان هيبقى افضل هدف في تاريخ دوري ابطال افريقيا، او على الاقل في النسخة دي والنسختين 3 اللي فاتوا. بس لكن بالنسبه لي باقي الماتش كله هو عباره عن هيمنه تامه من الاهلي. وعايز اقول لك حاجه كده، ملحوظه صغيره برضو بفكرك بيها، تقريبا يعني كل فرق شمال افريقيا مع احترامي الكامل ليهم، العامل الوحيد اللي بيخلي في منافسه بينهم وبين الاهلي هو الجمهور. لو الاهلي لعب اي فريق عربي في ظروف متكافئه، في عدم وجود جمهور او في جمهور محايد، صدقني النتيجه بتبقى كارثيه. الاهلي سطوته التامه على الشمال الافريقي وسطوته التامه على افريقيا. الموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع تاريخي ويحتاج شغل كتير جدا عشان الاهلي يوصل للمرحلة دي في يوم من الايام. فالاهلي صعد للنهائي الرابع على التوالي يعني، ومن الاخر كده الانجاز ده مش اول مرة يتحقق، الانجاز ده برضو قبل كده حققه الجيل الذهبي للاهلي اللي صعد من 2005 و6 وبعد كده صعد 2007 وخسر الماتش ده قدام النجم الساحلي بفضيحة عبد الرحيم العرجون. بعد كده صعد 2008 برضو، يبقى كسب 3 وخسر واحدة. المرة دي برضو الاهلي صعد للمره الرابعه على التوالي، كسب 2020 كسب 2021 خسر 2022 وبفضيحه برضو معروفه بتاعه الكاف كله. والسنه دي ان شاء الله صعد ل 2023 وباذن الله يكرر الانجاز زي ما هو بحذافيره ويكسب النهائي الرابع. فيعني جيل بيسلم جيل، والانجازات بتتكرر تقريبا في كل الاجيال. ربنا يا رب يديمها نعمه ويكملها بالستر ان شاء الله ونكسب البطوله السنه دي. سلام عليكم.